كالوشة، بصلة، سليني. سليني بتاع مبروك جالك قلق، اللي كان بيعيط على طول من غير سبب. بعيط وخلاص. ورمزي. الشخصيات دي كلها انت لو فاكرها يبقى ده نجاح كبير جدا من سامح حسين. لما توصل للمرحلة دي، مرحلة ان الناس تفتكر لك ادوارك، ده بيأكد ان انت موهوب شاطر ما جاتش معاك مرة بالحظ. والموهوب الشاطر دايما الناس بتتوقع له مستقبل مبهر كله نجاحات اكبر من اللي قبلها. لكن للاسف مش ده اللي حصل مع سامح حسين. سامح اللي ابتدى بادوار صغيرة فضلت تكبر مع الوقت، وشهرته وحب الناس ليه بيزيدوا تدريجيا. لكن هل ده معناه ان واحنا في نهاية 2022 سامح نزل فيلم كسر الدنيا، او عمل مسلسل السنة دي وعجبنا، او السنة اللي قبلها؟ طب امال ايه بقى؟ كده احنا لازم نسأل، هو ايه اللي حصل لسامح حسين؟ في الوقت اللي الناس كانت لسه بتاخد على الشاب الجديد اللي لسه طالع وعامل شخصية مكسرة الدنيا، وفي ناس بتقول عليه دبور، وناس قليلة يعرفوا ان اسمه الحقيقي احمد مكي، والناس اقل يعرفوا ان دي باروكة مش شعره الحقيقي، يظهر معاه في الفيلم واحد اسمه كالوشة. هو كان ابويا عايش لغايه اللحظه دي، كانش وافق على العريس ده خالص. ده اسود. اكل الجو. الناس طلعت تقول الفيلم حلو وكل حاجة، أحمد مكي جامد، بس في ولد جديد كده عامل حتة دور ملوش حل. ففي ناس تانية بقى قالوا لهم ما ده يا جماعة اللي بيطلع مع أشرف عبد الباقي في راجل وست ستات. ده رمزي. فالناس قالت صح صح ده هو فعلا. فطلع لهم ناس تالتة اللي هم بقى ايه بيركزوا في الافلام قوي وفي التفاصيل، وقالوا لهم يا جماعه ما هو ده دبشه بتاع لخمة راس، بس كان عامل احول وعالق زيرو فانتوا مش عارفينه. قالوا صحيح ده هو فعلا. طب ما جامد ده بقى، كل ما نفتكر له دور يطلع حلو ودمه خفيف وعنده قبول. بس هي كل الحاجات كده مع اشرف عبد الباقي. اشرف عبد الباقي يحب اي حد جاي من المسرح عموما، وسامح حسين اصلا جاي من مسرح وكان بيمثل وبيعمل ديكور وبيخرج، يعتبر هو اللي مباصي الجيل بتاع مسرح مصر ده كله لاشرف عبد الباقي اصلا. ومعظم الشباب اللي موجودين معايا انا اعرفهم كمان عن طريق سامح. انا اخرجت للشباب مصطفى خاطر وعبد الرحمن وعرفتهم على اشرف. اللي اشتغل كل حاجه في المسرح ده اعرف انه ممثل جامد تقيل، بيحفظ كويس جدا، ما بيعيدش كتير، يعني راجل محترف يقدر يشيل مسؤوليه دور كبير من بدري. فبعد نجاحه الكبير في الافلام وفي راجل وست ستات، الخطوه الجايه كانت لازم تكون البطوله في الدراما، ويعمل عبوده ماركه مسجله، وينزل قصاده مسلسل ابو ضحكه جنان لاشرف عبد الباقي وعلى نفس القناه، ويحقق نجاح حلو جدا. في ناس اللي هم معانا من اول الحلقه دول قالوا لك ده جت معاه بالحظ عمره ما هينجح تاني، فيقوم السنه اللي بعدها يعمل مسلسل لسه عايش معانا لحد دلوقتي بعد 12 سنة بحالهم. فاطن وميشو. وفي عز ما الناس كانت بتتكلم عن سامح حسين ونجاحه، جت ايه اللي متابع الحلقات هيعرف. برافو عليكو، جت 2011. الدنيا نامت طبعا في الدراما وماتت تماما في السينما، فيقوم سامح عامل مسلسل يعتبر هو المسمار الاول اللي اتدق في نعشه. مع احترامي للناس اللي بتحب المسلسل، بس هو فعلا مكتوب بشكل عبثي جدا، متنفذ بشكل متكروت، والشخصيه اللي كان بيقدمها سامح كانت مبالغ فيها جدا. المسلسل ما اتشافش كويس قوي وقتها، لان كان في جيل جديد بيظهر في المرحله دي، جيل فيه يوسف الشريف، امير كرارة، عمرو يوسف، محمود عبد المغني، والدنيا بقت ضلمه اكتر، والناس بتميل للمسلسلات اللي كلها قتل وسسبنس واكشن. فخلاص مفيش قدامنا غير اننا نلعب على حاجه نجحت معانا قبل كده. هات فاطين وميشو واعمل مسلسل بيهم، هو مش جزء تاني لكن بنفس الشخصيتين بالظبط. فينزل المسلسل وما عنديش فكره هو نجح فعلا ولا لا. طيب تعالى نروح نجرب في الاطفال. لا نجرب نعمل افلام موجهه للاطفال. ريحت قلبي يا شيخ. ما اصل بص، سامح حسين علاقته بالاطفال قويه جدا، لانه زمان سنه 2009 عمل كرتون الكبار بيحبوه، فما بالك الاطفال بقى. القطة انا عزوز ياكل القرش لما يعوز. فالحته دي امان عنده، نجاحها مضمون. قام رايح جايب ليلى زاهر وجنى، اللي هما الاتنين خلاص في المرحله دي ما بقوش اطفال، بقوا عيال رخمه بيغيروا سنان، لا منهم اطفال ولا منهم كبار. ويكفيني اقول لك ان اسم الفيلم كلبي دليلي علشان تفهم الحته اللي احنا رايحين فيها. اصل خليك عارف، اول ما ندخل في حته اللعب على الاسامي دي وتخلي بدل قلبي كلبي اعرف ان اللي بيعمل كده هيروح في داهيه. وعندك حلقه تاني رمزي اتكلمت فيها عن الموضوع ده، روح شوفها لو ما شفتهاش يا بيه. الفيلم لما نزل مفيش 6 دخلوه. طيب جربنا نجيب طفلين ونعمل فيلم للأطفال ففشلنا، يبقى المرة الجاية نعمل إيه بقى؟ نجيب 5 أطفال منهم منا عرفة، فيلم للأطفال وفي منا عرفة. تيجي من بره معاك مثلا الظرف فيه فلوس بتحطه على الكومودينو بتاعي. لو النبي نحط السيرة دي على جنب، البنات أساسا ليهم حلقة لوحدهم قريب، استنوا عليا. نرجع للفيلم. الفيلم اسمه جيران السعد، واتحدى لو في 100 واحد يعرفوا الفيلم ده، اللي هو اول لما قلت اسمه كده قاموا فاكرينه على طول. ولو في فعرفونا يا جماعه انتوا بتشوفوا الحاجات دي فين، يعني لان انا حتى على المواقع اللي بتسرق الافلام الواحد ما لقاهوش، وعلى التلفزيون عمري ما شفته. فيا سامح انت كده بتضيع، اتصرف بسرعه. فقال لك بس انا عرفت العيب فين، العيب في الاطفال. حلو، يعني هتغير نوعيه افلامك؟ لا انا هغير الاطفال، هجيب رد على المره دي بقى.
جماعه بالله عليكم ما تحسسونيش اني بظلمه، الافلام دي ناجحه يعني على مستوى الايرادات، هي ما جاتش اصلا، بس تمام هنقول ان الايرادات مش مقياس، المهم الشعبيه. الافلام دي فين جمهورها؟ نفسي اشوف حد بيقول انا كنت بشوف فيلم عسل ابيض امبارح. ممكن تلاقي حد بيقول كده، بس غالبا هيبقى قصده عسل اسود، بس هو اتلخبط. انا تعبان. في اللحظه دي سامح حس انه بيقع جدا في السينما، كل فيلم نجاحه اقل من اللي قبله بكتير، وراجل وست ستات مشاهداته ابتدت تقل في الاجزاء الاخيره اللي ما كانش فيها رمزي، فحسوا ان هما الاتنين محتاجين يستهدوا بالله كده ويرجعوا لبعض تاني. عملوا جزء كامل اسمه عوده رمزي، اللي هو ده حدث كبير بقى، مشاهدات هنكسر الدنيا بجد. يا جماعه بالله عليكم انتوا اتفرجتوا على الجزء العاشر من راجل وست ستات؟ اكيد في ناس شافته، بس هل ده جزء ناجح؟ ما علينا. في 2018 سامح بيرجع للمسرح مرة تانية وبيعمل مسرحية نجحت بالفعل إلى حد معقول، ونجاح المسرح طبعا مقاييسه مختلفة عن نجاح السينما والدراما، فكون إنهم عرضوها سنة كاملة كانت العروض بتبقى مليانة، ده نجاح حلو جدا. يمكن تكون دي الفترة اللي سامح ابتدى يرجع فيها شوية، بس مفيش فايدة. راح عمل فيلمين في السينما، الاتنين ميزانياتهم بائسة، إيراداتهم أبأس، جودتهم مفيش أسوأ من كده، وأساميهم بث مباشر مش بس بث عشان هم روشين ويعملوها بس مباشر بالسين عشان الناس كتير ممكن تفهم انها بالسين. بالسين بس يعني ستوب مباشر اللي هو أنا. والرجل الأخضر إصرار رهيب على إننا لما هنبدل الاسم اللي الناس عارفاه بحاجة تانية الناس هيموتوا من الضحك بقى، احنا كده خلاص عملنا فيلم كوميدي مش محتاجين نعمل حاجة تاني، احنا غيرنا الاسم، مش محتاجة حاجة يعني. بعد 5 أفلام في السينما كلهم ما بينجحوش، بقى مفهوم جدا إن مفيش منتج هيغامر معاك. الناس نفسها ما بقتش مركزة مع وجود سامح، بيحبوه بس الزمن وقف بيهم عند رمزي وفطين. المرحلة دي بتكون الأسوأ عند أي نجم، لما بينجح نجاح قوي جدا في فترة وبعد كده بيطفي، في اللحظة دي النجم بيبقى عايز أي حاجة تنجده، أي حاجة ترجعه للناس، حتى لو هيرجع يعيد حاجات قديمة عملها قبل كده. فقرر يستخدم شخصية القبطان عزوز، بس غير، خلاها المرة دي كابتن عزوز، بقى طيار وكده بدل السفينة. يؤسفني أقول لكم إن إحنا كبرنا، إحنا جيل القبطان عزوز يعني، والجيل الصغير مش هيقعد يفتح قناة النهار بعد الفطار يشوف كرتون، الجيل الجديد ده هينزل يسكت في الزمالك بعد الفطار، فطبعا ما تشافش قوي. نجم سامح حسين اللي وقع خلاه يوصل لمرحلة انه يطلع دور تاني في فيلم من بطولة ساندي اللي هي بتاعت ده بقى فيلم انا واثق ان مفيش حد شافه بما فيهم ساندي وسامح، ومع الكورونا سامح ما عملش افلام تاني ولا مسلسلات، او في كام حاجه كده ظهر فيهم بس انا هتعامل ان هم ما حصلوش اصلا، واتجه بعد كده انه يعمل فيديوهات على التيك توك. قوليلي اسم انسان بيبدا بحرف الالف. مش قصدي حاجه، تيك توك منصه كويسه وكل الناس بقت عليها انا شخصيا بقيت على تيك توك، وممثلين كتير على تيك توك، بس بيبقى من باب الهزار يعني، عندهم شغلهم وعلى جنب كده، مفيش مانع اننا نجري الترند، نعمل رقصه حركه بتاع، بس ما يبقاش شغلنا كله على تيك توك. وعموما مش تقفيل دماغ مني، ربنا يكرم الناس كلها، بس لما تشوف الناس اللي دارسه وخريجين مسرح مش لاقيين شغل وبيعملوا فيديوهات على تيك توك، واللي بيعملوا فيديوهات على تيك توك هم اللي بيمثلوا، فلازم تعرف ان في حاجه مش مظبوطه بتحصل. لا انا بهاجم دول ولا بهاجم دول، لو سامح بيعمل ده وهو مستمتع ربنا يسعده، لكن لو بيعمل ده علشان يبقى مصدر دخل ليه فدي حاجه حزينه قوي بصراحه. وزي ما قلت في حلقه هاني رمزي، لان كتير من الكلام ينطبق على سامح برضو، انت مصمم تعمل نوعيه افلام معينه، افلام الاطفال ما نجحتش غيرها، اصل انت بتعملها لمين؟ ما الطفل ده علشان يروح سينما لازم بابا وماما يودوه، فلازم تعمل فيلم يعجب بابا وماما ويسلي الطفل الصغير، وكل الافلام اللي ذكرناها دي مستواها لا يعجب بابا وماما ولا الطفل. فاحنا عندنا راجل ممثل شاطر، وده بشهاده اي حد حضر له مسرحيات هيبقى عارف انه 3 أضعاف الموهبه اللي بتشوفها منه في السينما. السن ما بانش عليه خالص، والناس لسه بتحبه، محدش واخد منه موقف، وبقالنا كتير ما شفناهوش. فلو قعد مع نفسه وقرر يغير طريقته ورجع لنا بحاجه مختلفه بجد، سيناريو مكتوب حلو مع مخرج شاطر وشركه انتاج مش من تحت بير السلم، ممكن يطلع بحاجه مقبوله زي 30 فبراير كده، اللي حتى لو مش اعظم حاجه بس فيلم يتشاف على الاقل. ولو ما رجعش برضه هنفتكر له ادواره الحلوه اللي معلمه في ذاكرتنا واحنا بنمصمص شفايفنا وبنتحسر على البلد اللي نظام الشغل فيها بقى كله مجاملات، بيخلي كويس يقعد على جنب وما يبقاش ظاهر، واللي بيعرف يتملق ويعمل الشويتين هو اللي يبقى ظاهر وفي الصوره حتى لو ما عندوش اي حاجه يقدمها. عليه العوض. سلام عليكم. ثانية واحدة يا جماعة، وأنا بقفل الحلقة دي قابلني خبر كده بالصدفة البحتة إن سامح حسين بيصور فيلم مع السبكي اسمه سندوتش عيال، وأنا بقالي ساعة عمال أقول مش هيعمل أفلام أطفال مش هيعمل أفلام أطفال، جاب العيال حطهم كلهم في سندوتش، يعني اللي هو مش عيل ولا 2 ولا 3، ده دول عيال كتير، سندوتش عيال كده، سندوتش يا سامح، أعصابي.